كيف نبدأ الحديث عن رجل يشكل تاريخه تاريخنا؟ سنواته 88 تمثل تاريخ جيلين، جيل تعرض للظلم والاضطهاد وانتزع منه أجمل ما يملك في الحياة من حرية وكرامة، وجيل آخر هب وحمل السلاح ونذر النفس والنفيس ليسترد الحق المغتصب. ولد الزعيم الوطني ولد آب ولد مريم في عام 1905 في قرية عد زرنا بأقليم سراييه، وتلقى علومه في المدرسة الأنجليكانية بأسمرة. عمل مدرسا ومديرا في المدرسة الأنجليكانية في الفترة ما بين 1931-42. أسس مع رفاقه جمعية حب الوطن المناهضة للاستعمار، ثم أسس جريدة إريتريا الأسبوعية، وعمل كرئيس تحرير لها في الفترة ما بين عام 42-49. جرت 7 محاولات لاغتيال الزعيم بين عام 47 و53. نجا الأب ولد آب من كل محاولات الاغتيال، وكان يخرج من كل محاولة أكثر قوة وتصميما. اختير في عام 52 رئيسا لاتحاد العمال، واضطر بعد محاولات الاغتيال الفاشلة إلى مغادرة أرض الوطن في عام 1953 ليعيش متنقلا بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وساعيا إلى التعريف بالقضية الإريترية في عملية التحريض والدعوة إلى النضال والكفاح. ولعب السيد ولد آب دورا كبيرا في تحريض الشعب الإريتري من خلال برنامج موجه بالتجرية في إذاعة القاهرة، وظل لصيقا بقضيته محدثا تارة ومحرضا تارة أخرى كل ما أتيحت له الفرصة لذلك. كل حلفيه أبزع علم. لقد مضى زمن طويل منذ العام الماضي، مضى وكأن له جناحين، وكل شيء في هذا الكون سيمضي ويتلاشى، فلكل بداية نهاية. ولكن هناك شيء لا ينسى ويبقى أزليا لا ينمحي عن الذاكرة، وهو العمل الطيب والفعل الحميد من أجل الآخرين. وعلينا أن نعمل كل ما يرضي الضمير ويخدم البشرية ويترك أثرا طيبا. لم يكن الأب ولد آب محرضا في الخارج فقط، بل كان يسجل الزيارات إلى الساحة الإريترية بين فترة وأخرى. وفي عام 1987 حضر الزعيم الوطني المؤتمر التنظيمي الثاني والتوحيدي في الأراضي المحررة، ولخص سيرة حياته بكلمات قليلة ولكن عميقة المعنى والدلالات حين قال: اتفتقوا حزبنا الجنة، اتفتقوا سراويتنا الجنة. أحبائي عشاق الحرية، أحبائي جيش الحرية، لقد أكملت العام 81 من عمري، ولقد قضيت 63 عاما من هذه السنين أبحث عن الحرية، 29 عاما منها بداخل الوطن، و34 عاما في المهجر. وأتذكر الآن تماما عام 1923 عندما تولد حب الحرية في نفسي وأنا حديث العهد في المدرسة، وكنت يافعا آنذاك في 18 من العمر. ووقف السيد ولد آب في زيارته للساحة الإريترية على منجزات الثورة، واستمع إلى هموم المقاتلين والمواطنين، وتحدث إليهم حديث الراعي لرعيته، حديث نابع عن الإيمان بالقضية والإيمان بحتمية الانتصار.
ناسنتكم أبيدكم درو تشبيتوا نصباح زمت أيكونن لومي معدي ترغيبوا مسيئوا لقد نلتم الاستقلال ووصلتم المبتغى، وأنتم تعيشون اليوم في ظل الحرية بفضل أبنائكم وبطولاتكم وتضحياتكم، وقد كلفكم ذلك ثمنا غاليا وجهدا جبارا. وقد سئل المحامي السيد يوهانس زجاي رفيق درب الأب ولد آب ولد مريم منذ الأربعينيات، سئل عن الزعيم الوطني فقال: أبونا ممهرن أربعين ولد مريم. الأب ولد آب ولد مريم لم يكن أستاذا في المدرسة فقط، بل كان معلما ومعلما في حب الوطن والثورة، وقد دفعه هو ورفاقه حب الوطن إلى تحدي الاستعمار الإنجليزي والإثيوبي، لا لشيء إلا في سبيل إريتريا المستقلة الموحدة. وقد تعرض طوال 13 عاما من حياته السياسية في إريتريا إلى عدة محاولات اغتيال، وعاش 38 عاما في المهجر مثابرا وصامدا يناضل من أجل استقلال إريتريا. عصبات دك هاجر بومبا بتيت بمرزي إن تهادنو تغانيسوم كومها 38 عمت أب سدت كوينم تقلسون كله 35 عمت منتي ناس إنتي إرترا تقلسو أربعين أبويم. وحين أنجزت عملية التحرير كان الزعيم الوطني ولد آب ولد مريم أول العائدين بعد نضال طويل استمر لأكثر من نصف قرن ونيف. عاد السيد ولد آب منتصرا مرفوع الرأس شامخا. الوطن الذي كافح في سبيله بكل ما يملك من جهد وطاقة عاد إليه مرفوع الهامة، وشارك أبناء وطنه فرحتهم وغبطتهم، وشاركهم في يوم الاستفتاء وتقرير المصير بذات الصوت الذي رفعه طوال حياته: نعم للاستقلال. وها نحن اليوم ننعم بشجرة الحرية التي بذرها الأب ولد آب ولد مريم ورفاقه، والتي رواها شعبنا بدماء أبنائه، لننعم الآن بالسلام والاستقرار.